السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. والله العظيم كنت ندور في مواقع التواصل الاجتماعي، لقيت فيديو حول الجزائر والجزائريين. فيديو قديم نوعا ما. الحاجة اللي جات في راسي أن مبدأ وعقيدة الشعب الجزائري لم تتغير ولن تتغير. يعني فيديو قديم يحكي عن مواقف الجزائر والشعب الجزائري، يعني مبادئ ومواقف الشعب الجزائري والحكومة الجزائرية والدولة الجزائرية لن تتغير. وما زالوا يعني بعض الإعلاميين يفتخرون بمواقف الجزائر. راح نشوفوا مع بعض يعني إعلامي لبناني، ناشط لبناني، كيفاش دافع على الجزائر أمام سعودية، ناشط سعودي، وهو يضحك على الجزائر منذ ذلك الوقت. والجزائر بقيت ثابتة ومواقفها ثابتة إلى غاية يومنا هذا، والعالم كله معترف بالجزائر. شوفوا معايا ونحلوا الفيديو مع بعض. ومن الذي تآمر على كل الدول العربية؟ ومن الذي يدفع اليوم مالا لتدمير سوريا؟ ومن الذي أخذ المنطقة إلى ما هي عليه اليوم؟ ولمصلحة من تدمير سوريا؟ ومن مول داعش؟ ومن مول النصرة؟ ولماذا يدفع 500 مليار دولار لترامب ولا يدفع 100 مليون دولار لإعادة إعمار غزة؟ كلام تحكوا كل يوم تقول الحاجة. هذه أسئلة. هذا هو السعودي اللي قد يقعد يضحك على الجزائر. شوفوا معايا. كلها سوا مطروحة، بس ولكنكم لا تملكون أجوبة. من 70 سنة يا أخي طلقة. يا أخي ما راح أقول لك لا حزب الله ولا إيران. يا أخي صدام حسين شوفوا كيفاش راه يضحك. هذا يعني راه يتكلم على خوتنا والقضية العربية، ويتكلم على يعني ما واش كان صاري في سوريا وفي العراق وفي كذا وكذا، ويضحك. يعني وما زالوا يضحكون أمثال هؤلاء، ما زالوا يضحكون على الحال الأمة العربية إلى غاية يومنا هذا. وكانوا يضحكوا على الجزائر وما زالوا يضحكون على الجزائر، أمثال هؤلاء. هذو اللي راكم تشوفوا فيهم، هذو أصحاب ما على باليش كيسموهم. والجزائر صامدة، والجزائر لن ترضخ الجزائر. 39 صاروخ. أن كنتم رجالا في هذا الخليج. شوفوا كي راه يدير الحل. شوف يا سلام شغل عادي. أشخاص ودول متفرقة وشعبها يهجر وعادي في ذلك الوقت. يا سلام. أكدوا لي على الجزائر. اجعلوهم 40 صاروخ واحد. الله يرضيك. واطلعوا يحكوا بالمقاومة، واطلعوا يحكوا بالعروبة، واطلعوا يحكوا بالشعارات. بس ولكن جاءت الصدف أن تكون فلسطين في هذا الشرق، وهذا الشرق لا يشترى لا بمال ولا تمر عليه مؤامرات. حالة الوعي لدى الشعوب العربية واضحة، ودرجة معرفة الشعب العربي من يتآمر عليهم عالية جدا. يشتم حكام المتآمرين وفي مقدمتهم محمد بن سلمان يوميا عشرات آلاف المرات على تويتر. قليل وما تآمروا على الجزائر في وقت الراحل هو عبد العزيز بوتفليقة ربي يرحمه، وكان دوما ثاني يخرج في الخطابات نتاعه يقول لهم راني فايق بكم وكذا. قليل ما ضحكوا عليها. وأنت تعرف ولا هم من الشعوب العربية ترفع صور سلمان في الجزائر، والجزائر صاحب التاريخ في المقاومة، ويقال له يا خائن الحرمين. هذا صوت الشعوب العربية. ماذا تريد أن تقول للفلسطينيين الذين لم تدعم فصيل مقاوم منهم يوما واحد ببندقية كلاشينكوف؟ إلى يومنا هذا، يعني فيديو قديم عنده حوالي 5 سنوات على ما أعتقد. إلى يومنا هذا والله العظيم عليه يقول لك القضية قضية رجال. قالها سي بومدين، قال لك القضية قضية رجال، قضية رجال. إلى يومنا هذا لم يتجرؤوا وبيعاونوا خوتنا ولا يعاونوا القضية العربية. هذو أصحاب العمامات وأصحاب ما على باليش كيسموهم.
منذ ذلك الوقت يضحكوا على الجزائر ويضحكوا على حال الأمة العربية، وما زالوا إلى يومنا هذا يضحكون ويهللون ويتهاتفون وراء التهرويل. أنا أسميه التهرويل. من 2006 أنت قلت بأننا أبدعنا. طيب. ماذا قال يومها وزير خارجية السعودية؟ قال عنا مغامرون يا دكتور، كانت إسرائيل تقصفنا، فبدل أن يؤمن لنا حماية الإسلامية على قاعدة أن السعودية هي قاعدة الإسلام، ما راح يخلص يبقى. راح فتح السقف علينا. جميل جدا، خط وصلت. دكتور، كيف ترد على الذين يقولون لا، بأن على بس دقيقة، إنه الخليج وخاصة السعودية يعني مستعدة أن تتحالف مع الشيطان لتواجه إيران، وهذا التحالف السعودي الإسرائيلي أصبح يعني لم يعد بحاجة. أنا بدي أسألك دكتور، بس جاوبني عليها. أنت بتعرف بالخليج إذا الخليجيين، بعض الدول الخليجية تضع الشخص في السجن لمدة 10 سنوات وتغرم مئات الآلاف من الدراهم والريالات إذا تعاطف مع قطر. إذا تعاطف مع قطر أو حط له كلمة على قطر بيروح في 60,000 داهية. طيب كيف عم يسمحوا للإيرانيين وقضية القدس قضية؟ كيف يسمحوا للعرفج هذا عندما يقول يا رجل عشان يمهد الأمر. شوفوا معي الرد، شوفوا معي الرد تاع هذا السعودي. تصفية القضية الفلسطينية وانه هذا كله علشان يمهد الامر محمد بن سلمان علشان يتولى العالم. هذا شيء مضحك للاسف الشديد. لماذا؟ شيء مضحك. محمد بن سلمان في ملك بالسعوديه له صلاحيات مطلقه، وهو الذي عين هذا الرجل وليا للعهد سواء ابنه ولا غيره، عين، خلصنا انتهينا، وهو الذي يملك حق تنحيته إدارة، وبالتالي مش محتاج لا يصفي قضية ولا غيره ولا يصفيها، وتأكد أنه هو أخلص من كثيرين من الذين يبيعون الخطابات النارية حتى يبقوا. بس الخطابات النارية يعني يبيعون الخطابات، هذه الجملة ما زالت مترددة إلى غاية يومنا هذا. يعني تلقى مثلا خطاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مؤخرا اللي قال لو كان يفتحون الحدود، واقسم بربي وقال له اقسم بالله ويفتحون الحدود الجيش راح يروح. خرجوا الاغلبيه على راسهم المراركه والمخازنيه اللي يقول لك خطابات شعبويه وانتم تامنوا بلغه الخطابات وكذا وكذا. نفس الشيء اللي كان يقولوا فيه قبل 6 سنوات و10 سنوات راهم يقولوا فيه اليوم. يعني حكام، بعض الحكام لا مبدأ لهم ولا دين لهم، ولا كي يخرج لهم مثلا زعيم عربي او رئيس عربي مثل عبد المجيد تبون او مثلا قذافي رحمه الله عليه او هواري بومدين الله يرحمه، يقولوا عليه خطابات شعبويه. وكي يرسل الجيش كيما يرسل هواري بومدين يلقوا لك سبا والف حجه وحجه. والله العظيم نتأسف على حال الامه العربيه وحكام العرب. حكام العرب الجزائر ما تقدر دير والو وحدها لو كان ما يتقدموش معاها. الله يصلح حال خوتنا، والله يصلح حالهم ان شاء الله كما نقولوا احنا. الله يصلح حالهم، الله يصلح حالهم، الله يصلح حالهم. وهذو الخونه واش نقولوا لهم؟ اسالك سؤال بس، بدي اسالك سؤال مشان توضحوا لنا. طيب قضيه القدس، نحن الان اهم شيء بالنسبه لنا قضيه القدس هي القضيه الاولى الان بعد ان نقل ترامب السفاره اليها، ماشي؟ او سينقلها ماشي. طيب السؤال المطروح، السعوديه هي قبله العرب والمسلمين، لماذا كان صوتها منخفضا جدا وخافتا؟ لماذا ضغطت السعودية على بعض الدول العربية التي أرادت أن تشارك في قمة اسطنبول؟ إلى يومنا هذا ما زالوا ساكتين. مع سنقول من غير تحية الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. نفتخر بأننا جزائريون أحرار وولدنا أحرار وسنموت أحرار، وربي نطلب من ربي سبحانه أن يحفظ هذه الأرض الطيبة المباركة. وهذا الإعلامي اللبناني بارك الله فيك، والله كثر من فعلك. وما اعتدنا أن إعلاميين يخرجوا ويتكلموا على الجزائر بهذه الطريقة، لأننا بلد الأحرار وبلد الشهداء والزعماء. تحية الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار.